مؤخرا حصل معايا موقفين اتنين. الموقف الاولاني كان عندها الطفل ده عنده سنة، لكن ما بيتقلبش، ما بيرفعش راسه، ما بيتحركش خالص، والام مش قادرة او مش عارفة ان دي مشكلة، ومحدش وجهها ان هو كده عنده مشكلة ومحتاج ان هو يروح يكشف. تاني موقف، طفل برضو عنده 8 شهور، الام بتشتكي ان هو مش بس ما بيقعدش، لا هو ما بيرفعش راسه حتى، يعني بيشيلوه تبقى راسه واقعه لقدام ومش عارف يرفعها خالص. ده اللي خلاني عايزه اعمل الفيديو ده واتكلم عن ايه العلامات اللي ابدا اشوفها على الطفل اعرف ان هو عنده مشكله او ان انا محتاجه اوجهه لدكتور مخ واعصاب اطفال. انا دكتوره يسرا، انا اخصائيه علاج طبيعي وحاليا في ماجستير العلاج الطبيعي للاطفال وجراحتها. انا شغلي كله مع الاطفال تقريبا، والاطفال اللي عندهم مشاكل او اعاقات او تاخر حركي. فبالتالي عايزه اقول بس الثلاث نقاط او الثلاث علامات مهمه الام لو شافتهم على الطفل تبدا تدرك ان هو عنده مشكله. اول حاجه ان الام دي لو لاحظت ان الطفل جسمه فلوبي او ان هو عامل زي الميه، بتقول ان هو مرخي، دراعاته مرخيه جنبه ومبيحركهاش، تحس ان هو مش عارف يحركها كويس. هي لو مسكت ايديه كده مش بتحسها مشدوده، لا بتحسها عامله زي الميه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الطفل ده مش بينتبه للام. الام لو دخلت المكان هو مش بينتبه ليها، لو كلمته ما بيبصلهاش، ما بيبقاش عايز يروح لها، لو هي دخلت وهو مع حد غريب لا هو مش عارف. هنا المشكله هتبقى حاجتين، لا اما يكون هو عنده مشكله في النظر او مشكله في السمع، لا اما يكون عنده مشكله في الادراك هو مش عارفها اصلا. فبالتالي انا هعمل ايه؟ انا عشان اعرف المشكله دي في السمع ولا في النظر ولا في الادراك هنعمل حاجه. في النظر حاجه بسيطه قوي، انا الطفل هو عندي وهو صغير اقدر ان انا اعمل حاجه، بس ان انا هحرك صباعي قدام عينيه. الطبيعي ان الطفل يعمل تراكنج لصباعي، يعني انا كده بحركه يمين هو يروح معايا شمال، عينيه حتى بس تروح معايا يمين وشمال، اعرف ان هو كده شايفني تمام. طيب والسمع، ان انا لو جيت جنبه واتكلمنا بصوت عالي او عملت اي صوت مزعج جنب ودنه بينتبه او بيعيط، فده بيقول لي ان هو كده بيسمع كويس. غير طبعا احنا بنروح وبنعمل مقياس سمع، ومعظم المواليد او الاطفال دلوقتي بيتعمل لهم مقياس سمع عند الولاده، فالمشكله دي بتتعرف بدري. طيب لو الحاجتين دول سلام شغالين كويس والام عملت التجربه دي ولقيتهم ان هم بينتبه ان هو سامعها كويس وشايفها، يبقى المشكله هتكون التانية في ايه؟ ان هو مش مدركها، مش عارفها، مش عارف يتعرف عليها، مش عارف ان دي امه، فدي مشكله بتبقى على مستوى المخ. طيب تالت حاجه ايه؟ تالت حاجه التطور الحركي بتاع الطفل، ان انا الاقي الطفل ده متاخر في التطور الحركي بتاعه. المفروض ان هو بيرفع راسه عند الشهرين، لو انا شلته كده في وضع افقي شايلاه وموقفاه كده يبقى راسه مرفوعه. شهرين ونص لا، ده الطفل ده عنده 4 شهور لا ما بيعرفش يرفع راسه. الطفل ده عنده سنه ولسه ما قعدش. الوعاد بيبقى من 4 ل6 شهور وممكن يتاخر ل8 شهور، لكن لسنه لا، انا ببدا اقلق وببدا ان انا اشوف دكتور مخ واعصاب. طيب التطور الحركي ده الام تقدر تعرفه بسهوله جدا من الكراسه بتاعه الطفل اللي هي بتستلمها من المستشفى، اللي هي الكراسه بتاعه وزاره الصحه. الكراسه دي معمول فيها متابعه لتطور الطفل، جدول الشهور وامتى اقلق وايه الحركات والحاجات اللي ممكن يعملها في السن ده. زي هنا كده هنلاقي مكتوب في الشهرين المفروض يكون بيقدر يعمل ايه، وبعد 2.5 اقلق وابدا احوله. عند 4 شهور مكتوب كل التطور بتاع الطفل لحد 24 شهر، 60 شهر او 72 شهر في الشهور، كل حاجه بيقدر يعملها. طبعا في اطفال تقدر تعمل الحركات دي بدري، وفي اطفال بيتاخر معاهم عادي، هو مديك الرينج اللي هو رينج واسع. يعني مثلا هيجي هنا عند اول حاجه عند الشهرين وهيقول لك ايه التطور الحركي في الحركات الكبيره، ان هو بيقدر يثبت راسه عند مستوى الجسم لو انا شلته كده تمام، او يحرك ايده ناحيه بقه، دي حاجه. طيب ايه الحركات الدقيقه؟ ان هو بيتابع بعينه حركه البندول اللي هي زي حركه صباعي كده لو عملتها يمين وشمال. تطور الحواس، ان هو بيصرخ ان هو بيسمع، ان هو بيشوف، بيصرخ لو بيعيط. طيب او التطور الاجتماعي ان هو بيقدر يبتسم. طب الحاجات دي لو اتاخرت عن 2.5 شهور انا اقدر اقلق، وهكذا مكرر الموضوع في كل الحاجات دي. فدي حاجه مهمه ووسيله سهله في ايد الام تخليها تعرف الطفل بتاعها واصل لحد فين، هل هو عنده مشكله ولا لا، عشان ما تبقاش بتقلق بلا داعي، ما تكونش بتهمل المشكله لحد ما تكبر. لان الاكتشاف المبكر للتاخر عند الاطفال، لتاخر التطور عند الاطفال مهم جدا في العلاج.
بيسرع العلاج، بيجيب نتائج احسن لما ابدا اعمل له جلسات علاج طبيعي، بيبقى التحسن افضل بكتير. كده الفيديو خلص. انا بس المره الجايه هكلمكم عن ايه الاسباب اصلا اللي بتخلي في اطفال عندهم ريسك عالي او قابليه ان هم يحصل لهم مشاكل زي دي، وازاي الست تقدر ان هي تقلل فرصه اصابه الاطفال دي